طب المكنه دي يا جماعه بتاعت حد عزيز عليا، حد حبيبي قوي. المهم عطل في مكان، فطبعا كان الوقت متاخر وقعد يدور على ميكانيكي لحد لما ناس دلوه يعني. تمام. المهم المكنه كلمني وقال لي انا عملتها وبتاع والدنيا تمام، ودورت المكنه ومشيت بيها بس عطلت تاني. طيب المهم انا قابلته، الراجل جاني، ببص على المكنه وبشيك على الشغل كده. هو طبعا المكنه لما عطلت منه غير الملف بتاع الكهرباء. لما غير ملف الكهرباء، تمام، انا قلت دي اول حاجه اشيك عليها، ان ممكن مثلا يعني كليبسه ما تكونش راكبه مكانها، او كليبسه متشاله، او سلك مهرب يعني. المهم يا جماعه ببص كده لقيت الكارثه دي. الراجل الصنايعي يعني، الله يسامحه او الله يبارك له، عامل كده. شايفين يا جماعه الاسلاك؟ شايفين الارضي بتاع ملف الكهرباء؟ هنا السلكة الخضراء مقابلة هنا السلكة الخضراء، والسلكة هنا الزرقاء مقابلة السلكة بتاعة ملف الشحن. واخدين بالكم؟ كل حاجة راكبة سليمة، بس هنا المشكلة في ايه؟ في هنا. شايفين كده السلكة دي؟ المفروض دي تقابل ايه؟ اختها نفس اللون اللي هي دي. فطبعا هنحل المشكلة دي وندور المكنة، عشان المكنة ما فيهاش اصلا كهرباء. المكنة ما فيهاش كهرباء. احنا فاتحين كونتاكت اهو زي ما انتوا شايفين، والبطال اهو. هنجرب ندور مع بعض كده المكنة. بسم الله. المكنة ما فيهاش كهرباء. طيب هنعدل السلكة كده ونظبط الدنيا ونرجع نشوف ايه الدنيا. ناخد بالنا بقى يا جماعة، عشان بص غلطة فني اهي كلفتني تمن الكتروني. انا دلوقتي المكنة كانت عطلانة مع الراجل في ملف الكهرباء، الراجل غير له ملف الكهرباء وركبه له طبعا غلط، فده ادى لايه؟ ادى لتلف الالكتروني. يعني كده التكلفة زادت على الزبون. فيا جماعة نخلي بالنا من الشغل اللي بنعمله. زي ما انتوا شايفين كده، بعد ما عملنا السلكة وظبطنا الدنيا تمام، المكنة برضو ما دارتش. طيب بعد الفحص على المكنة واكتشاف العطل فين، طلع العطل في الالكتروني هو اللي بايظ. طبعا لما السلك ده اتركب غلط ضرب معايا الالكتروني، فاضطرينا نغير الالكتروني علشان المكنة ترجع تشتغل تاني. وزي ما حضراتكم شايفين الموتوسيكل اهو بقى بيجيب كهرباء. ومهم جدا نختار الفني اللي هيشتغل. السلام عليكم.